السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد من حكاوي من أمريكا، والنهاردة منين بقى؟ من مكان اللي انتوا طلبتوه أكتر من مرة، وطبعا محدش بيدخله غير اللي معاه رخصة لمحل أو مطعم، من الريستورانت ديبو. الريستورانت ديبو يا جماعة مكان للتسوق للمطاعم فقط لا غير. يعني ما ينفعش حد يدخل ويقول لهم عايز اعمل ممبرشيب او كده واتسوق، لا. ده معمول للمطاعم. لازم علشان تاخد ممبرشيب لازم يكون معاك رخصة مطعم ورقم ضريبي وحاجات زي كده علشان تقدر تشترك او تدخل الريستورانت ديبو. يلا بينا ندخل ونتفرج على الريستورانت ديبو ونقول لكم قصته الشيقة. دخلنا الريستورانت ديبو. اول لما بندخل يا جماعة، انتوا مش داخلين طبعا سوبر ماركت عادي او حاجة، لا، ده انتوا داخلين مخزن كبير، مخزن فيه كل حاجة ممكن تتخيلوها. هنلف لفة سريعة ونشوف ايه اللي نقدر نجيبه من هنا، وايه اللي بيقدمه الهوم ديبو. بصوا التلاجة عاملة ازاي. طيب نتكلم الاول على الهوم ديبو. بصوا بقى، انا همشي لكم شويه وبعدين نبقى نحاول نعمل حلقه اسعار. بصوا مثلا الصلصه ديت، البيتزا صوص دي محترمه، تتعمل للبيتزا $8. خلاص. الكرتونه ب $46. اللي هو الريستورانت ديبو يا جماعه ابتدى سنه 1990 في نيويورك. لما لقوا يعني في طلب كتير من المطاعم على تلبية الاحتياجات بتاعتهم وكده، فأنشئ الريستورانت ديبو. طبعا ابتدى بفرع واحد في نيويورك. سنة 1994 دخلت شركة كاش اند كاري انتربرايز وساعدتهم ان هم يكبروا. دلوقتي الهوم الريستورانت ديبو عندهم اكتر من 137 فرع في حوالي 35 ولاية. كاليفورنيا لوحدها فيها حوالي 25 فرع. تعالوا نشوف ديت. طبعا حاجات متميزة جدا. خلينا نلف ونشوف ايه كمان. كل ما يخص المطاعم من الإبرة للصاروخ هتلاقوه هنا. تعالوا نبصوا على دوت والنت. الوالنت ب$15، تقريبا قريب من سعر ايه؟ تقريبا قريب من سعر كوسكو. علشان كده كوسكو برضو يا جماعة عبقري يعني، فمش بسيط. بصوا الشوكليتس ديت ب$54، 120 كاونت، وزنها 2 كيلو و27، 2 كيلو وربع، $54. طبعا المبيعات اللي بيعملها ريستورانت ديبو تبقى في حدود من 6 ل 7 مليار دولار سنويا. مبيعات برضو تعتبر كويسة جدا وضخمة يعني. خلينا نشوف العصاير. بصوا العصاير يا جماعة ديت ب24، اللي هي ديت. بصوا بقى، الدنيا هادية لأن كلهم طبعا اللي بيجي هم أصحاب الريستورانتس بيجوا يشتروا الحاجات بتاعتهم، فما بيبقاش فيه زحمة كتير. زي ما قلنا المبيعات بتاعته 6 7 لحوالي 10 مليار دولار سنويا، وتقريبا الإيرادات بتاعته من 2 ل 2.5 مليار دولار سنويا. طبعا يعني احلى حاجه في الريستورانت ديبو اللي انت بتيجي عارف ان خلاص ده ارخص مكان. يعني انا مش هروح، مش لازم الف اجيب ده من هنا وده من هنا وده من هنا، لا، هو خلاص دوت ارخص مكان ممكن اشتري منه الحاجات بتاعتي واجيبها على طول وامشي. طيب بصوا العصاير دي تقريبا مركزات بتاعتها، دوت السيرب بتاعتها. كام السيرب الجالون دوت؟ ب$11.90، حوالي $12. تعالوا نتفرج بقى نشوف على ايه، نشوف ايه كمان. مش عايزين حد يقول لنا انت بتصور، ناس جايه هنا بتجيب حاجات المطاعم على طول.
بصوا يا جماعة ديت كوكونات ميلك. ديت الواحدة $2.70. اهيت almost $3 حلال. عايزين نشوف بقى اللحوم الحلال اللي عندهم. ندخل تلاجة الخضار يا جماعة. بصوا الليمون مثلا ده $6 كل دوت. شوف التفاح $6. بصوا قد ايه، كام الوزن بتاعه؟ 8 باوند، $7.50. فلفل $18، 5 باوند. في طبعا اعتقد ان بالكراتين كمان. لف لفة سريعة. بصوا بقى المفاجأة، حلال بيف. تعالوا بقى نشوف بكام. يونتس برايس بير باوند $5 تقريبا. اوكي، المفروض ان هو حلال. بصوا يا جماعة اهو، ده بكام؟ الباوند بتاعه $4.28. كويس جدا طبعا. كمية حلال بيف اهو زي الفل. اللي مش حلال ملناش دعوة بيه. كل دوت بقى ايه، تقريبا حاجات عادية مش حلال. بصوا البيف محطوط ازاي، ومش فروزن بقى طبعا، يعني كله فريش. ديت بقى في هنا عيش وحاجات تورتيه بريد. تعالوا نشوفوا بقى شوف الخاصة ديت $1.80 تقريبا. شوف في ايه كمان. بصوا يا جماعة الجزر قد ايه اهو، تقريبا بشوال $24. في كمان حاجة عجبتني اوي عايز اوريها لكم. بصوا انا طبعا يعني بصور خفية لان محدش هنا بيجي بقى يقعد يصور ويعمل القصة دي، واحنا شحتين المنبر داخلين بيه فقلق يعني. ده $17. نو، ده البوتيتو دوت البرودكت اورجانيك هيربس. دي الهيربس ميكس $11. ديت $11 والله حلوة جدا. بصوا قد ايه، $11. حاجة مفتخرة. بصوا البنجر، شغل عالي بصراحة، شغل عالي. ديت قتة كل ده احنا لسه في التلاجة هنا اهوت. يلا بينا نروح نشوف ايه كمان. نبص على الجبن بقى والحاجات والزبادي. بصوا يا جماعة اليوجرت ده 11 باوند يعني حوالي 5 كيلو $30 تقريبا. احنا شفنا واحدة في كوسكو يعني ارخص شوية، كانت هندي برضو. كوسكو عنده حاجات قوية. بصوا الريكوتا تشيز، ريكوتا تشيز $5. ريكوتا تشيز. اتفرجوا على الجبن بقى. ديت $11. طبعا الاسعار كلها كويسة جدا يعني. ودي $11. ديت $7. شغل فاخر من الاخر، شغل فاخر من الاخر. نختم بقى بدول اهوت رومانو تراديشنال رومانو تشيز. طب يا جماعه لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا وتصلوا على رسول الله. وكان معاكم محمد من حكاوي من امريكا.
ونلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله. قولوا لي لو عايزين حلقة اسعار من ريستورانت ديبو، نيجي مرة كمان بس نشوف الاسعار كده. اوكي، يلا السلام عليكم ورحمة الله.